بالمناسبة في أراضي كانت ناس حاطة ايديها عليها بتقول إنها هتاخد حقها مني أنا. مفيش في الدولة حد فوق القانون وفوق الحق. هقول تاني، هقولها تاني. في ناس فاكرة إن هي فوق القانون وفوق الحقوق. أنا بقول لهم مفيش حد فوق القانون وفوق الحق خالص. اللي فوق القانون هو القانون، واللي فوق الحق هو الحق. إنما حد يتصور يقول لك لا لا. ولو سمحتم، أنا قلت آخر الشهر ده عشان أأكد للمصريين إن هم قادرين على إن هم مش يستعيدوا الأرض بتاعتي ولا بتاعت الحكومة. دي أرض الناس، أرض مصر، أرض المصريين، أرض الأبناء اللي قادمين. ما يجيش يقول لك ده خد 5000 فدان وده خد 2000 فدان وده خد 20,000 فدان وده خد لا لا، ولا متر أرض. وهقول لكم حاجة للمحافظين وللمواطنين اللي موجودين في كل محافظة. مش عارف التعبير ده هينفع أقوله ولا ما ينفعش. ما يبقاش رجالة وعندنا مروءة لما نسمح إن حد يمد إيده على أرض بلده ويسيبها له. أي مأمور اسم ولا مدير أمن ولا محافظ ولا مجلس محلي يسمح إنه يتسرق؟ اللي بياخد الأرض ده لص مغتصب. اللي بياخد أرض مصر ملوش، حتى لو خد 1,000,000 فدان، هو لص ومغتصب وحرامي. هو حرامي أيا ما كان هو مين، أيا ما كان هو مين. هو حرامي بياخد أموال الغلابة، فاكر بنفوذه أو بأي حاجة تانية. طول ما أنا عايش على وش الدنيا وفي مكاني ده قسما بالله ما هسيب حد ياخد حاجة. والله ما هسيب حد ياخد حاجة. واللي عايز يتحداني، أنا بقول الكلام ده للي بسمع الناس كلها، واللي عايز يتحداني بيتحدى حق من حقوق ربنا في الأرض. ليه؟ لأن أنا ما عنديش مصلحة. أنا مش بعمل كده لا بيني وبين حد مشكلة ولا طار ولا أي حاجة. أنا بيني وبينك حق ربنا سبحانه وتعالى. بيني وبينك حق ربنا، بيني وبينك حق الناس. وأرجو إن آخر الشهر ده هنقعد القعدة دي وكل محافظ هيطلع جنبه مدير الأمن ومجموعة الأمن اللي معاه وقائد الجيش أو المنطقة اللي في نطاق المحافظات، يقول لي عمل إيه وإيه اللي ما اتعملش وليه ما اتعملش. شكرا جزيلا. اتفضل يا فندم.